وبصوا يا جماعة ده شكل الطقم عليا اهو زي ما انتوا شايفين. ايه رأيكم فيه؟ ايه رأيكم فيه؟ انا عن نفسي عجبني قوي. وانتوا؟ هاي بنات، هاي ولاد، النهارده انا هعلمكم ازاي تعملوا السلسلة الأنيقة دي. بصوا السلسلة التحفة دي والحلق ده. لو عايزين تعرفوا الطريقة تابعوا الفيديو للنهاية. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ دي انا مرنا تاني في فيديو جديد. الادوات اللي احنا نستخدمها من غير ما اطول عليكم، اهلا وسهلا بيكم تاني في قناتي. هنقود من اللولي حجم متوسط، ولا كبير ولا صغير. بصوا حجم متوسط. هو في ناس بيقولوا مقاس 6 ومقاس، انا بروح عند الراجل اللي بيبيع الخردواتي اجيب ده وخلاص، يعني ما بقولوش عايزه مقاسات، انا ايه يعني بالاحساس كده. يبقى ايه عنقود ماشي. وايه كمان، هنجيب من الاستراس الشكل ده لون ابيض او اي لون انتوا عايزينه، لكن انا بحب الابيض في الاكسسوارات عامه. يعني بصوا بحس ان هو هيليق على كل حاجه، فاهمين؟ اي لبس البسه، اي شكل هعمل بيه ماشي. هوريكم شكل الاسترسايه اهو، طبعا مش واضح عشان الاضاءه. ده هو المقاس الكبير، وده الشكل اللي انا هستخدمه. ده شكل المعين او شكل العين، شكل المعين او شكل العين. قولوا شكل العين والراجل هيفهم. وطبعا لازم نعمل الخريطة الذهنية. بصوا يا جماعة، دي الخريطة الذهنية بتاعتي. محتاجين من الاسترسية دي، عدوا بقى انا مش هقعد اعد وراكم، ونص ملي من سلك التشكيل واللولي، وطبعا المقص. زي ما انتوا شايفين اهو، عملت 15 وحدة ودخلت اول واحدة اهو. وطبعا هدخل الاتنين وبعدين خرزاية، وادخل الاتنين وبعدين خرزاية. دي فيها 4، فانا دخلت من الاتنين دول وبعدين حودتها ودخلت من الخرمين دول وقمت شداها بالمنظر ده من ورا. اتمنى ان انا اكون واضحة معاكم. بعتذر جدا يا جماعة، نسيت ان انا بصور فيديو على اليوتيوب، والله ده غلط مني، انا اسفة جدا. بصوا يا جماعة، زي ما انتوا شايفين عملنا 15 واحدة من اللولي حجم المتوسط او اي حجم انتوا عاوزينه ماشي. بصوا شكلها حلو ازاي. ده نصها، لسه بقى النص التاني، وده التاج اللي هيليق على هتشوفوه يعني في اخر الفيديو. ده التاج اللي هيليق على السلسلة دي. بصوا يا جماعة 3 وعلى فكرة هي كتلة واحدة، يعني بصوا كتلة واحدة متنتها ماشي. يعني بصوا. طيب هو اولا معقدة جدا، خدت مني 3 ساعات، هي مش سهلة قوي يعني. بصوا وكمان انا متنتها، فبصوا هو الشرح بتاعي صعب شويه، فانا هقول لكم انا عملت ايه باختصار. اولا التميمه اللي في النص دي انا عملتها على الورق، ورق كرتون اللي هو بتاع كيس الفراخ المقليه ده. شلت الجلده بتاعته، بستعمل ده لان ده احسن ورق يعني بستعمله. بصوا عملت ايه يا جماعه في التميمه اللي في النص، لزقتها على الورق بالشكل ده. ودي خرزية صغيرة لقيتها قدام المحل، يعني مش خطوة إجبارية، يعني هي خرزية صغيرة قوي كده بيضة هتجمل شكلها يعني. فأنا عملت الخرزية البيضة دي في النص، وده لزقته عادي باللزق اللي هو الصاروخ، اللي هو اللزق ده الصاروخ عادي موجود في أي حتة ب5 جنيه ماشي. فأنا عملت ايه، أنا دخلت بقى السلك، عملت واحدة وبعدين متنتها. يعني بصوا هي صعبة، فانا هقول لكم تعملوا ايه ببساطة. عارفين ده يا جماعة، هاتوا بقى اللون الفضي من اللي هو ده والزقوه خلاص كده على شكل حرف الفي بس بالمقلوب او 8 يعني. الزقوه خلاص لان الشرح بتاعي معقد جدا 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 يعني. لان بصوا السلوك عامله ازاي، ده انا داخله من هنا وهنا وهنا وداخله في كل حته. ف الاحسن يعني ان انتوا يا اما شغل الحام يا اما تجيبوا من اللي هو ده وتلزقوه كده وخلاص، وبعدين ايه تجيبوا واحد تاني وتدخلوا فيه الخرزة وبعدين تلزقوا 2 وخلاص ماشي. بكده يعني باللزق
تجيبوا حته صغيره وتقصوها هنا وخلاص. ماشي. ابتديت شغل في الجزء التاني زي ما انتوا عارفين 15 واحده اهو، وجبت من واحده ستراس وعملت ايه، دخلت واحده هنا، هو في هنا 4 فتحات، فتحتين هنا وفتحتين هنا، انتوا عارفين يعني شكل الاستراس ده. انا عملت ايه، انا دخلت كده واحده من الجنب كده، واحده من الجنب كده، وبعدين خرجتها ودخلتها كده. بصوا الخيط خرج اهو، او السلك خرج اهو. قمت انا داخله من، بصوا داخله من فين، داخله من الفتحه دي كده، وبعدين خرجت كده ودخلت كده، وكذلك هعمل في بقيه الشكل. هحاول ان انا اكون واضحه بقدر الامكان. هنجيب الاسترسايه دي فيها خرم من اليمين وخرم من الشمال فوق وتحت. ماشي، احنا هنعمل ايه، احنا هندخلها من الجزء ده بحيث ان الجزء ده يبقى بره. دخلت من هنا وخرجت من هنا وقمت لفه تاني ومدخله من هنا، واديني اهو مخرجه منها، وهقوم مدخلها تاني من هنا، واقوم اجي من ورا لفاها وحاطه الخرزايه دي. الطريقه بتاعتي مش معقده، هي الخرزايه هي دخلت كده على طول، قمت مدخله هنا ومخرجه من هنا ومدخله من هنا ورابطه، بعدين خرجت وقمت داخله من هنا وخارجه من هنا وهو، وقمت مدخله من الحلقه دي وحطها ورا، وطبعا هنحط مسدس شمع عليها علشان ايه ما تعورناش، وبعدين قمت لفاها وهو شداها واحط الخرزايه دي. دلوقتي هنيجي على الحلقان هنجيب واحد من 2 من المقاس الصغير و2 من المقاس الكبير، وسلك النحاس اللي هو نص ملي او سلك تشكيل. ماشي، وهنجيب برضو من اللي هو اللولي ده. ماشي، هنحطه ايه، هنحطه تحت هنا. ماشي، او ممكن تكتفوا بالتصميم ده بس انا عايزه احط لولي تحت. زي ما انتوا شايفين حطيت مسدس الشمع عليه علشان ما يعورنيش، بحيث ان هو يبقى كده، عشان الحديد ده بيعور، وهو طبعا شكله من ورا محدش هيلتفت له، ده لو انتي هتبيع يعني، الناس بيبص على شكله من قدام بس. وطبعا عملت القفال دي سهله جدا يا جماعه، انا بستخدم القفل اللي من الشكل ده سهل، الدوريه ده سهل. جبت لفيت وبعدين عملت خرزايه ودخلتها اهو ولفيت تاني، وكملت بقى على بقيه الشغل زي ما انتوا شايفين اهو. ودي سهله برضو، جبت خرزايه وقمت لفاها كده. ماشي، لفه دخلتها وبعدين جبت ده وقمت لفاه كده وقمت شداه وعملت خطوف وبس. طريقة الحلق ممكن تعملي حلق بس وتتربحي منه ماديا، لكن انا هعمل حلق عشان اكمل الطقم. زي ما انتم شايفين دخلت السلك من هنا وهخرجه من هنا واشد الجزء ده، وطبعا لازم ده علشان ايه ابرمه ويبقى الحلق يعني اللي هو بيخش في الودن، المنطقه اللي بتخش في الودن، معرفش الصراحه اسمها ايه يا جماعه. دخلتها بالشكل ده كده، ده الجزء اللي انا هحطه في الودن. الجزء التاني ده بقى هقوم لفاه كده ومدخلاه برضو في القطعه الاكبر منها بالشكل البسيط جدا قوي ده. زي ما قلت لكم دخلنا اهو حتى واضح، دخلنا اهو، دخلنا كده وقمنا مخرجين كده يعني كده زي الزجزاج كده او زي الشعر الكيرلي كده. ماشي، وخرجناها ونحط الخرزة وخلاص. دخلت من الخرزة كده، وبعدين بعد ما دخلتها قمت عاملة من ورا كده وقمت مدخلاها في السلك ده وقمت لفاها كده من ورا بس، وقمت تانية بالمقص، وكده خلصت فردة الحلقة الأولى. وكذلك هنعمل في الفردة التانية. بصوا شكلها عامل ازاي، الإضاءة مش واضحة اوي انا عارفة. بصوا الحلق كده، شغلت الفلاش. بصوا السلسلة، ايه رأيكم فيها؟